عمرك ما سألت نفسك الحركة اللي لمحتها من خلال زاوية عينك في ركن من أوضتك بالليل إيه بالظبط؟ ولا الأصوات اللي بتخرج من كل مكان في البيت وإنت عارف إنك إنت لوحدك؟ أيوة، ده اللي أنا بعيشه بقى. أقل الكوابيس رعب بتكون اللي بسمع فيها أصوات مية جاية من الحمام، ولما أروح أشوف فيه إيه بلاقي بنت واقفة في الحمام ومدياني ظهرها. بتكون لابسة لبس عادي، ولما بسألها انت مين؟ انت مين؟ أول لما بقول كده بتتلفت وبشوف وشها اللي مليان جروح، وبعدين بيبدأ ينزل من عند رقبتها دم، وكأنه دم متجلط. رغم ان هو حلم بس بكون حاسس ان انا اتشليت مكاني. باب الحمام بيتقفل وبكون محبوس في الحمام. بيبدأ يخرج منها صوت حشرجة وبتقول كان لازم انت اللي تموت، كان لازم تموت من زمان، انا هقتلك. يا مساء الفل والسعادة والجمال على كل الناس اللي سامعاني دلوقتي. أنا أحمد عبد الكريم، والنهاردة معادنا مع قصة جديدة. طب قصة النهاردة قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، وهي من كتابة عمرو محمد ومن إعداد مصطفى عمر. أنا بشكرهم جدا جدا. طبعا أنا في حاجة عايز أقولها. بدأت ألاحظ إن الكومنتات بدأت تقل تاني. إيه يا جماعة، وأنا لازم أقول كلمتين وأطول في المقدمة عشان تكتبوا كومنتات ولا إيه؟ قولوا رأيكم بصراحة، الحاجات دي بتفرق معانا. واعمل لايك لان اللايك بيفرق جدا. ولو انت يا صديقي جديد وعاوز تتابع كل الفيديوهات اللي جايه اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. وبس كده، طلباتي بسيطه. وبدون كلام كتير يلا نبدا الحلقه ونشوف عمرو محمد كاتب ايه. يلا بينا. وقتها قمت من النوم، وبعد كده هي ساعه بالظبط وبدأت أسمع أصوات من تاني. يعني الموضوع ما بقاش مقتصر بس على الأحلام، لأ، ده خرج للواقع. لحد لما ما بقتش فاهم أنا بحلم ولا صاحي ولا أنا اتجننت خلاص. البنت دي من ساعة ما ظهرت وأنا حياتي اتحولت جحيم. ما بقتش لا عارف أنام ولا أعيش حياتي. أمي بدأت تلاحظ إن أنا مش بنام وطول الوقت مرعوب وبتخض من أقل صوت. أول مرة ظهرت فيها وشفتها لما كنت راجع من الشغل بالليل. أنا ساكن في منطقة قريبة من السيدة عيشة اسمها البساتين، واللي معرفهاش دي منطقة محاطة بالمقابر. زي ما قلت كنت راجع من الشغل، وفي اليوم ده كنت متأخر على غير العادة. ولما وصلت الموقف اللي المفروض أركب منه ملقتش ولا ميكروباص. هعمل ايه بقى في القرف ده كله؟ قررت امشي لحد البيت وامري لله. رغم ان في كذا طريق مختصر الا اني تعمدت امشي من الطريق العمومي اللي محوطاه المقابر من جميع الاتجاهات، لان ممكن اصادف ميكروباص معدي ولا حاجة. كل اللي قدامه لمبة ولا فتح محل بدأ يطفي ويقفل دكانه، وبدأت الدنيا تضلم. ما بقاش في حاجة غير نور القمر. من بعيد لمحت حاجة متكومة على الطريق وبتتحرك، مش قادر اشوف ايه هي بالظبط بسبب الضلمة. عديت الناحية التانية من الطريق وكملت مشي. كانت لسه بتتحرك، ولما قربت لقيته راجل اسود هدومه مقطعة ونايم، شحات نايم. عديت من جنبه كده وانا ببصله وتجاهلته تماما لما لقيته نايم وفي سابع نومه. هتعيش في عذاب لحد يوم الحساب، والانتقام مردود يا ابن آدم، الانتقام مردود. الكلام ده سمعته من الراجل الشحات بعد ما عديت من جنبه. اتلفت وانا بقوله انت بتكلمني انا؟ تقصد ايه؟
بس ما لقيتش حد، مفيش حد كان موجود اصلا. بس ازاي وانا متأكد ان انا شفته؟ والله العظيم كان موجود ونايم على الرصيف كمان. حطيت الهاند فري في ودني وشغلت قرآن بحكم معرفتي بخطورة المكان، وكملت طريقي للبيت بخطوات أسرع، وأنا كل لحظة والتانية بلمح خيالات حواليا وكأن في حد ماشي ورايا، ولكني كل ما اتلفت بسرعة ما بلاقيش أي حد. وصلت البيت وأمي كانت نايمة في أوضتها، ودخلت كده أوضتي وأنا تعبان. اترميت على السرير، وشوية كده وبين الصحيان والنوم شفت رؤية ضبابية ومعرفش أنا نايم ولا صاحي. أنا شفت حاجة زي الظل والنور اللي جاي من الصالة يدوب مبين جزء منها، خيالات لجسم ملوش ملامح بتتحرك في الضلمة. كانت الخيالات دي بتتحرك ببطء، ولما الظل ده بالخصوص اتحرك وراح في زاوية من زوايا الأوضة اختفى تماما. وانا بتعدل عشان اقوم افتح النور لقيته خرج بسرعة من الركن ده وجي قاعد جنبي على السرير. حسيت بطوله وهو بيقعد على السرير. بقت في درجة كبيرة من الرعب والفزع مخلياني مشلول، مش عارف اتحرك من مكاني. بس اللي قدرت اميزه هو الشعر اللي كان نازل من الشيء ده. قدرت اخمن ان دي البنت اللي بتظهر لي تدريجيا، وتدريجيا برضو قربت ووشها بدأ يبان، هي نفس البنت. ملامح وشها مليانة شر كبير، ومش فاكر حاجة بعد كده. اللي انا فاكره ان انا صرخت بأعلى صوتي وخرجت اجري برا الأوضة زي المجانين. امي جت على صوتي وحاولت مبينش ليها اي حاجة، وقلت لها تقريبا انا حلمت بكابوس يا امي، خش نامي وانا هصلي ركعتين وكله هيبقى تمام، خش نامي. بصيت لي وعلى ملامح وشها حيرة كبيرة ودخلت نامت فعلا. دخلت اتوضيت وصليت فعلا، بس طول ما بصلي كنت بسمع او سامع اصوات بكا جاية من كل مكان حواليا. ودخلت نمت وعادت الليلة دي على خير، لحد لما امي بدأت انها تاخد بالها من اللي بمر بيه وبدأت تقلق عليا. قلت لها مالك يا امي؟ ما انا بخير اهو. لا يا ابني، مش ده اللي انا حاساه منك، انت بقيت غريب وتصرفاتك اغرب. ما غريبة الا الشيطان. انا مستغرب كلامك يا ست الكل. يا ابني انا خايفة عليك، انا بقيت بسمعك بتكلم نفسك كتير في الاوضة واخرها في الحمام، ولما خبطت عليك خرجت وعينك غريبة وتايهة وقلت لي تصبح على خير يا ماما، ودخلت نمت، ما بقتش فاهمة مالك يا ابني. ابتسمت وانا بحاول اداري خوفي وسردتها كده ودخلتها الأوضة. وانا معدي من جنب الحمام لمحت حاجة غريبة عدت بسرعة من جواري كده او من جنبي. رجعت تاني وبالراحة مديت ايدي علشان انور النور وافهم ايه اللي بيحصل. لسه هنور النور ايد متلجة مسكت ايديا وجسمي كله اتنفض كأن الكهرباء مسكت فيا. لمحت نفس البنت واقفة مدياني ظهرها وخارج منها صوت حشرجة مخيفة. فضلت ثواني واقف مكاني مش عارف اتصرف ازاي، وفجأة البنت دي لفت وشها، لقيت جسمها كله بينزف دم. من بشاعة المنظر والصدمة بقيت واقف متنح. قفلت عيني لمدة دقيقة وتكرر فيها نفس أصوات البكا، ولما فتحت ما لقيتش أي حاجة قدامي. رجعت أوضتي وأنا عمال أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضلت قاعد على السرير لحد لما حسيت إن الدنيا هديت شوية حواليا ونمت. تاني يوم عرفت إن الشركة عندنا عاملة رحلة لمدة 4 أيام في مطروح. جالي طارق
طارق ده يبقى زميلي في الشغل. قال لي محمود، ايه رأيك نروح؟ انا بفكر جدا بصراحة، ونفسي انت كمان تطلع تغير جو. معلش يا طارق، خليها مرة تانية. يا محمود يا حبيبي، صدقني انت محتاج تخرج من المود اللي انت فيه ده، ودي فرصة كويسة قوي وبتيجي كل فين وفين، ما انت عارف الشركة بتاعتنا. ضحكت وانا بقول له خلاص ماشي موافق، بس لازم اعرف امي واوديها تقعد عند خالتي. بصراحة ولما فكرت في كلام طارق لقيت ان انا محتاج فعلا اغير جو. مش يمكن كل اللي انا فيه ده يبقى بسبب الضغوطات وان انا مش بخرج؟ يمكن. روحت البيت وعرفت والدتي، وتاني يوم قبل السفر وديت امي عند خالتي ووصيتها عليها وقلت لها ان انا مش هتأخر عليها خالص. امي قالت لي سافر يا ابني، بس خد بالك من نفسك. ودعتها ورجعت البيت، ودي كانت أسوأ ليلة عدت عليا. ليلتها كنت نايم وصحيت على صوت بيقول لي محمود، محمود اصحى. في الأول فكرت إن أنا بحلم أو بتخيل كالعادة، ولكني فتحت عيني على الآخر. أنوار البيت مطفية ومفيش غير نور بسيط جاي من الشباك اللي بيطل على الشارع. ضربات قلبي بدأت إنها تزيد بدون سبب واضح، وجسمي كله بيترعش رغم إننا في فصل الصيف. حسيت بإيد باردة بتمسك رجليا وفضلت ماسكاها، وسمعت أصوات نفس لحد متواجد معايا، معرفش ناويلي على إيه الصراحة. في اللحظات اللي زي دي بيجي في بالك كل الأفلام الرعب اللي انت شفتها في حياتك، ويبدأ عقلك يعمل نوع من التخيلات المرعبة. أنا تخيلت إن في شيء مرعب حاضر معايا، شيء مش قادر أشوفه، ولكن صوت أنفاسه بيقول إن هو موجود معايا. بسبب الخوف ده صوتي رافض إن هو يخرج، ولا عارف أصرخ ولا حتى أذكر ربنا، ولا عارف أعمل أي حاجة. حاولت استجمع كل قوتي واقوم اقف، ما قدرتش. مرت فترة على الوضع ده لحد لما الايد اللي مسكاني سابت رجلي. اتحركت وولعت النور، مفيش اثر لاي حاجة، لا اثر ايدين تحت السرير ولا حد معايا في البيت اصلا. بس ايه ده؟ في اثار رجلين على الارض عبارة عن دم لزج، كأن اللي كان ماشي على رجليه مجروحة وكمل مشي بيها. إحساس غريب بالخوف سيطر على كل جسمي. أخدت بعضي ولبست هدومي وحضرت شنطتي وخرجت برا البيت. الوقت كان لسه متأخر والساعة كانت 5، بس ما كانش قدامي حل غير كده. ما كنتش قادر أقعد في البيت دقيقة تانية. قررت أنزل ورحت السوبر جيت، فضلت مستني لحد ما النهار طلع، وجي طارق زميلي وشوية من زمايلي في الشركة اللي كانوا طالعين معانا. طارق قال لي انت ايه يا ابني، انت بقيت هنا من امبارح ولا ايه؟ شكلك مش نايم كويس. قلت له لا 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 لا، ده انا لسه جاي، بس انت عارف بقى انا بحب اقوم بدري، فصحيت جهزت نفسي وجيت. شوية والأتوبيس وصل، وبعد 3 ساعات وصلنا مطروح، والأتوبيس وقف بينا وسط منطقة مليانة شاليهات، وبدأنا نتوزع على الأماكن وكل 2 كانوا في أوضة. طبعا أنا وطارق اخترنا نفس الأوضة. مكان حلو مش وحش، أجواء هادية وفيه هدوء في المكان، وبيننا وبين البحر يدوبك شارع. اتجمعنا وكنا كده على البحر. خلينا اقول ان القعدة قدام البحر ليها سحرها الخاص. تخيل معايا البحر كده ان هو كيان كبير متعود يسمع كل اسرار البشرية كلها ويحتفظ بيها، ومهما الحمل زاد عليه عمره ما مل ولا اشتكى. استأذنت بالخروج بعد ما اخدت كفايتي كده من القعدة، وبعدت عن الشط.
وصلت الشاليه ودخلت اخد دش كده من مية البحر. لبست هدومي وخرجت اقعد بره شوية، وطارق جه، وعلى اخر اليوم قرروا ان هما هيخرجوا يتفسحوا شوية. طارق عرض عليا ان انا انزل معاه، ولكني رفضت لاني كنت مجهد من اول اليوم في البحر. مسكت موبايلي وفتحت ابليكيشن تيك توك وقلت اضيع وقتي، وللامانة الابليكيشن ده سيد من سرقة الوقت الصراحة. الساعة كانت 10 بالليل. لاحظت ان في بنت واقفة في الشاليه اللي جنبي. مش عفريتة، لأ، دي كانت ست جميلة ولابسة كويس، وباين عليها انها كانت بتنادي عليا. اتحركت ناحيتها كده وقالت هاي. اهلا اهلا. انتوا جداد هنا صح؟ احنا جروب تبع شركتنا. انا سعاد. احنا كنا بنيجي هنا من زمان، من ايام ما كان بابا عايش الله يرحمه. كنتش عارف اقول لها ايه، بس حسيتها متوترة ومحتاجة مساعدة، فقلت لها خير، انتي شكلك محتاجة مساعدة. ايوه، انا الباب اتقفل عليا وللاسف معيش مفتاح، وتليفوني فصل ان انا اكلم اي حد يعني. لو ما فيهاش اي ازعاج ممكن تكسر الباب لاني لازم اخرج ضروري. حاضر، اديني دقيقة وارجع لك. دخلت وانا بحاول ادور على اي حاجة تساعدني افتح الباب ده. ما لقيتش غير سكينة المطبخ، وخرجت بره كده كانت لسه واقفة في الشباك. قلت لها متقلقيش انا هخرجك حالا. حاضر. اسفة ان انا ازعجتك، بس انا للاسف مش هعرف انط من الارتفاع ده. لا طبعا ده خطر جدا، وبعدين انا خلاص قربت اهو. بصراحة عجبت بنفسي قوي وانا ببين نفسي قدامها. قدرت افتح الباب بالسكينة ودخلت. لقيت الشقة عبارة عن خرابة. المكان كان زي ما يكون حلبة مصارعة او خناقة حصلت والدنيا اتبهدلت. ما كانش في حد في المكان. دخلت وانا بنادي عليها ولكنها ملهاش اثر. دخلت اوضه لقيت سرير. السرير كان عليه بقع الدم. خرجت بسرعه وانا مش عارف اعمل ايه وهي راحت فين. فضلت انادي عليها بس هي مش بترد. انت رحتي فين؟ انت كويسه؟ رحتي فين؟ رجعت مكاني ولاحظت ان الشاليه اللي كان لسه خارج منه نور من شويه مطفي. في اصوات كتير كانها صراخ خارجه منه. دخلت اوضتي وانا بعد كده احتمالات انها تكون اتخطفت او حصل لها حاجه، ولو حصل لها حاجه هبلغ اقول ايه؟ ما هو ممكن انا اللي البسها في الاخر. طارق جه ونوعا ما طمنت ونمت من كتر التفكير والتعب. وهنا بقى حلمت حلم جديد. حلمت ان انا واقف في مكان زي بيت مكون من دور واحد، وفي صوت جاي من باب مقفول. قربت اكتر وسمعت صوت بيقول انا ما بقتش مستحمله العيشه دي. لقيت صوت تاني بيقول والله ده اخر كلام عندي واذا كان عاجبك. الاصوات دي كانت لراجل وست، كان واضح انهم بيتخانقوا خناقه كبيره. قربت وفتحت الباب ولقيتهم، بس ملامحهم ما كانتش باينه. وبدون سابق انذار لقيته طلع سكينه وذبحها. الغريب اني كنت بتفرج ومحدش شايفني، كأني في فيلم سينما. وقعت على الارض وفضلت تتلوى يمين وشمال، وكان خارج منها صوت حشرجه. مع صوت الحشرجه بدأت اسمع اصوات كتير متداخله، والمكان بيتلاشى تدريجيا. صحيت والعرق مغرقني. حاولت انام تاني بس معرفتش. قاعد افكر كده في كل اللي بيحصل معايا. قررت ان انا لازم ارجع بيتي. انا مبقتش قادر استحمل اللي بيحصل ده كله. مشيت من غير حتى ما ابلغ حد،
قلت بس لطارق ان لو حد سأل عليا قوله انا تعبان وقول انا لازم امشي. طبعا حاول يفهم مني مالي، وقلت له هنتقابل وهبقى اقول لك المرة الجاية. ورجعت القاهرة. رجعت وانا حالتي النفسية سيئة اكتر من الاول. لقيت امي رجعت من عند خالتي واستغربت ان انا جيت دلوقتي. قلت لها اطمني انا بخير. فقالت لي تحب احضر لك حاجة تاكلها؟ قلت لها لا، انا تعبان وعايز اخش استريح، بس عايز انسى كل اللي انا شفته. جراد ما اترميت على السرير نمت للمرة المليون احلم باغرب حلم ممكن احلم بيه. حلمت ان انا ماشي في ممر ضيق مظلم، وفي اخر الممر ضوء ابيض خفيف. حسيت لوهلة ان في حاجة بتجري ورايا، فبدأت اجري بسرعة. بعد شوية حسيت ان جسمي بيتقل، مبقتش قادر اجري ووقعت. اول لما وقعت لقيت المكان كله اتبدل، ولقيت نفسي في مكان ضيق ريحته وحشة جدا. الشيء المشترك بين المكانين هو الظلام اللي مسيطر على كل حاجة حواليا. أنا في تربة. بدأت أزحف ببطء، بحاول أخرج من المكان ده أو إن أنا ألاقي مخرج. قعدت أزعق ونادي على أي حد يلحقني، مكانش في حد سمعني. في اللحظة دي بدأت أسمع صوت بكا، معرفش جه منين، لكن صوت العياط أنا عارفه. لا، مش صوت أمي، بس حاسس إن أنا أعرف الشخص اللي بيعيط ده، لكن مش عارف هو فين ولا عارف أوصله. ظهر كفن أبيض، حسيت إن ده مصدر الصوت. قربت منه، وطول ما أنا بقرب كنت بشم من الكفن ده ريحة حلوة جدا، ريحة زي ريحة المسك. قربت منه وفتحته، لقيت بنت أول مرة أشوفها، بنت معرفهاش ولا عمري شفتها قبل كده. وفي لحظة المكان كله مسكت فيه النار. حاولت أبعد وأنا بزق أو بحرك الكفن علشان ما تمسكش فيها النار ولا حاجة. نار غريبة معرفش مصدرها إيه، ومن وسط النار خرجت البنت اللي بتظهر لي، بس المرة دي كانت أبشع من المرات اللي فاتت. كانت محروقة تماما والنار ماسكة فيها، ولكنها كانت مستمتعة ولا كأن في حاجة. الجلد كان بيسيح من عليها وبيقع على الأرض. وهي بتقرب بدأت أحس بحرارة شديدة وفقدت الوعي. صحيت من النوم والعرق مغطيني. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أيقنت إن البنت اللي بتطاردني دي مش بني آدمة ولا بشر زينا، دي أكيد شيطانة. خرجت الصالة لقيت أمي قاعدة بتتفرج على التلفزيون. قالت لي مالك يا محمود؟ كابوس، أنا بقالي فترة بشوف حاجات محدش يقدر يستحملها. معلش يا ابني، كله مقدر ومكتوب، بس احنا لازم ما نسكتش على الموضوع. هعمل ايه يعني؟ هنروح لشيخ يشوف ايه موضوع الكوابيس دي. ما كانش قدامي حل تاني. يمكن لما اروح للشيخ اللي بتقول عليه امي ده يكون عنده الحل. وده اللي انا كنت فاكره، لكنه ما طلعش ولا شيخ ولا حاجة. طلع مجرد دجال نصاب بيستغل جهل الناس من غير ما خوض يعني في تفاصيل. يعني ان انا رحت وقابلت الدجال والبخور والحاجات دي، كل اللي لقيته كان فعلا زي ما الدجالين بيظهروا في الافلام، اسطمبة واحدة ما بتتغيرش، يقول كلام وهمهمات غريبة ومش فاهم منها اي حاجة، لحد لما قرب مني وحط ايده على راسي وكرر الكلام ده تاني وقال وهو مبتسم:
دي حالة تلبس قوية جدا. ابنك يا حاجة عليه جنية عاشقة، بس متقلقوش بإذن الله هحرقها. في الوقت ده حصل الأغرب. رجع تاني وقال لي غمض عينك واوعى تفتحها. نفذت المطلوب وغمضت عينيا وكرر نفس الكلام للمرة التانية. الغريب ان انا كنت مسلم ليه نفسي تماما. وحصل ان انا وانا مغمض عينيا شفت نفسي في شقتنا وواقف في الأوضة بتاعتي، ولكن أرضية الأوضة كلها كانت متغطية بالدم. وشفت نفس البنت تاني، بس المرة دي كانت ميتة مدبوحة والدم نازل منها بغزارة. وفي لحظة فتحت عينيها وبداية اللي اتحولت لمخالب طويلة ضربتني. نافورة الدم لقيتها خارجة من رقبتي، وبعدها مش فاكر أي حاجة تانية. صحيت من النوم لقيتني في أوضتي، حطيت إيدي بسرعة على رقبتي أطمن إن أنا مش مبوح، ولقيت إن الحمد لله أنا بخير، بس في حاجة زي ما تكون جرح على رقبتي. عرفت من أمي إن أنا فقدت الوعي عند الراجل الدجال ده، وبصعوبة جابتني البيت، والراجل قال لها إن هو حرق الجنية. على آخر اليوم لما رجعت كنت ماسك الموبايل وبقلب في فيديوهات على التيك توك كالعادة، ولقيت إعلان في فيديو عن طبيب نفسي. بدأت أنجذب ليه، وواضح إن هو على علم كبير في مجال الطب النفسي، وقررت إن أنا أروح له، يمكن لما أروح ألاقي الحل هناك، ويمكن أنا فعلا مجنون وأنا مش واخد بالي. قررت إن أنا هروح بكرة بالليل تاني. تاني يوم فعلا كنت راجع من الشغل واكتشفت ان انا نسيت مفاتيحي جوه. خبطت على الباب وانا عارف ان امي جوه، لحد لما سمعت صوتها جاي من بعيد فبتقول مين؟ انا محمود يا ماما افتحي. محمود؟ استنيت الباب يفتح بس ما اتفتحش. ماما؟ مفيش رد. خبطت تاني وانا بقول ماما افتحي انا محمود يا ماما. مين اللي واقفه وراك دي يا محمود؟ امي لما قالت لي الكلمه دي حسيت ان جسمي كله دب فيه الرعب، زائد ان الكلمه نزلت عليا زي الصعقه. واتلفت ورايا بس ما لقيتش اي حد. ماما انا لوحدي مفيش حد معايا. ماما افتحي يا ماما. مشي البنت اللي وراك دي يا محمود، انا خايفه منها قوي. الحقيقه بصيت تاني ورايا مفيش حد برضه. بصيت من بير السلم برضه مفيش اي حد، بس رغم كده برضه انا حاسس برعب من كلام امي. قلت لها طب انت شايفاها ازاي يا ماما؟ افتحها يا ماما والنبي. بدأت امي تعيط وهي بتقول لي مشيها يا محمود مش قادر اشوفها. يا ماما مفيش اي حد واقف ورايا. ازاي مش شايفها وهي حاطه ايديها على كتفك ومستنياك تدخل؟ خلاص يا امي انا همشي خلاص. مشيت فعلا ورحت على عيادة الدكتور خالد اللي اخدت معاه ميعاد، وكلمته وقلت له ان انا جاي فعلا. دي كل الحكايه لحد لما جيت لك يا دكتور خالد. قول لي بقى ايه الموضوع؟ انا مش فاهم اي حاجه. محمود لما خلص حكايته بدأ يخش في نوبة من الهلع والفزع، وفضل يعيط وهو بيقول لي الشيطانة دي مش ناوية تسيبني في حالي يا دكتور. أنا خايف يا دكتور خالد، مش هتسيبني غير لما أموت نفسي. أنا سمعتها بتقولي كده لما كنت محبوس في القبر عندها، وأنا ما قلتلكش. لا يا محمود أنت قلتلي إنك أنت شفتها في الحلم. أنا مبقتش فاهم ولا عارف حاجة يا دكتور، أنا حاسس إن أنا بقيت مجنون بجد. إيه ده محمود؟ حاول ترتاح دلوقتي، أنت مجهد من كتر الكلام، وبكرة هنكمل كلامنا.
رغم واقعية الحكاية لأني حاسس بشيء من الوهم والمرض العقلي وليس النفسي. أنا دكتور خالد، طبيب نفسي وبعالج حالة محمود. اللي سمعتوه ده هي الحكاية اللي اتقالت لي على لسانه. الله أعلم في تواصل بيننا وبين الجن العاشق زي ما محمود قال لي ولا لأ، بس في حاجة غلط قلب حياته مش قادر أفهمها الصراحة. سبت محمود وخرجت من مستشفى العباسية ورجعت بيتي. محمود أول مرة قابلته يعني فيها في العيادة بتاعتي، لما كنت قاعد وخلاص كنت على وشك إن أنا هروح، لحد لما دخل شاب نحيف جدا، شاب في العشرينات. معرفش ليه لفت انتباهي لبسه شبه متوسخ زي ما يكون كان مردوم بالتراب. قعد قدامي على المكتب وعرفت منه إن هو اسمه محمود. شاورت بإيدي على الشيزلونج وقلت له إيه رأيك نقعد هناك؟ اتحرك من غير ولا كلمة. لقيته يبص على الشباك اللي ورا مكتبي كده وساكت، حالة من الصمت مسيطرة عليه. حبيت أكسر حاجز الصمت ده فقلت له أنت بتبص على حد؟ تحب أقفل الشباك لو مضايقك؟ جت معايا لحد هنا يا دكتور، قالت لي إنها مش هتسيبني لو رحت فين، واقفة هناك. تصنعت إن أنا ببص على المكان اللي بيشاور ناحيته، ورجعت وقلت له بس أنا مش شايف حد. عارف، أنا بس يا دكتور خالد اللي بشوفها. طيب إيه رأيك تعرفني عليها؟ لقيته ضحك ضحكة فيها نوع من الخبث كده وقال يا دكتور دي وراك بالظبط. بصراحة أنا حسيت بالخوف في الوقت ده، وخفت أكتر لما معرفتش ده إيحاء ولا إيه، بس أنا فعلا حسيت بحد ورايا. قمت اتمشيت في الأوضة وأنا بكمل كلامي وبحاول أشوف مين ورايا الحقيقة. وقلت له بص بقى، أنا عايزك تحكي لي الأول مشكلتك إيه، وبعدين نشوف موضوع البنت دي. لقيته رجع بظهره لورا كده وبدأ يحكي، وفضل يحكي ويحكي. محمود في المستشفى هنا بقاله 3 أيام. تاني يوم لما رحت المستشفى وفي نص اليوم وبعد ما خلصت الحالات اللي في ايديا، طلبت من الممرض ان هو يستدعي محمود وسألته عن حالته. قال لي ان هو من اول ما جه المستشفى كان بيعمل ايه وبيتصرف ازاي. قال لي ان هو دايما ساكت وبيرفض الاكل والشرب، ويا دوب بناكله بالعافيه، بناكله بالذوق، وتقريبا مش بينام وبيفضل طول الليل باصص في ركن كده من اركان الاوضه. فجأة لقيت إن الممرض سكت وبص في الأرض وكأنه عايز يقول حاجة وخايف. فقلت له اتكلم، أنا حاسك عايز تقول حاجة، واطمن أنا صدقك. فرد عليا الممرض وقال لي امبارح يا دكتور خالد أنا كنت ماشي بمر كده بين العنابر، شفت حد كان ماشي كده في ممرات المستشفى. في الأول قلت أكيد حد من باقي زمايلي في النبطشية، بس لما دققت النظر قوي لقيته لابس نفس اللبس بتاع العيانين في نفس اللون الأبيض. يا دكتور دي حاجة غريبة. قربت منه بالراحة ولا ياخد باله، ولقيته نفس الشاب اللي حضرتك جبته هنا المستشفى. لما قربت منه علشان أمسكه وأرجعه مكانه اتلفت ليا ولقيت عينه كلها أبيض، قسما بالله زي ما بقولك كده، السواد بتاعنا اللي في العين ما كانش عنده. رغم ان انا بدأت احس ان الممرض ده بيخرف او وارد يكون متهيأله ان هو شاف محمود، بس قلت له كمل وبعدين. زي ما قلت لك يا دكتور، بس انا ما حبيتش احكي لحضرتك ما تصدقنيش وتقول عليا مجنون. مصدقك كمل. رغم ان الاضاءة في المستشفى عندنا ضعيفة، ولكني لاحظت ان كان في رغاوي كتيرة خارجة من بقه. وفي لحظة اتهبت كده ووقع على الارض فاقد الوعي. اول لما سمعت اللي بيقوله الممرض قلت له بسرعة وبعدين.
حصل ايه؟ هو كويس يعني؟ اطمن يا دكتور، هو كويس. انا لما فقدت الوعي بصراحة خفت اقرب منه. ناديت على زميلي كده اللي كان معايا. زميلي جه وهو مستغرب ازاي الحالة خرجت من الأوضة. وزي ما حضرتك عارف احنا بنقفل عليهم بسلاسل عليها اقفال حديد. شلناه ورجعناه الأوضة تاني، وطول الليل على كلمة واحدة بس عمال يكررها: طب انا مالي؟ انا ذنبي ايه تطلع لي انا؟ ليه؟ طب انا مالي؟ انا ذنبي ايه تطلع لي انا؟ ليه؟ قلت للممرض: تمام، روح هاته وانا هبقى اشوف موضوع ان هو خرج من الأوضة ده. انصرف الممرض، وبعد 10 دقايق رجع وهو ماسك محمود وقعد قدامي ومشي. لاحظت ان جسمه بقى هزيل نوعا ما، وعينيه تايهة كأنها بتتطوح يمين وشمال. محمود مش معايا ولا كأني اتكلمت اصلا. عدت ندائي تاني بصوت اعلى المرة دي، وانتبه لصوتي وقال لي: دكتور خالد، مش هتسيبني في حالي؟ مفيش ماما ههرب منها، دي شيطانة ومش هتسيبني في حالي ابدا. انا من ساعة ما شفتها وانا بموت. طمن يا محمود، مفيش حد هيموت. لا يا دكتور، هموت، دي بتظهر لي في كل مكان. خلصت منها يا دكتور، ابوس ايدك. قبل ما ابدا معاه خطوات العلاج قررت اساله كام سؤال كده، ومن خلال الاشارات اللي هيظهرها يعني جسمه هعرف اذا كان صادق في اجابته ولا كذاب. قلت له: محمود، انت في حد اعتدى عليك جسديا؟ لا يا دكتور. قررت اساله اسئله غير دي يمكن نوصل لاجابات اكتر. فقلت له: مالكش طيب صحاب ولا قرايب؟ انا لاحظت ان مفيش حد سأل عليك من ساعه ما جيت هنا في المستشفى. كان ليا اصحاب في المنطقة لحد لما فجأة لاحظت انهم كلهم بعدوا عني بدون سبب، حتى نظراتهم ليا اتغيرت، ما بقاش ليا اصحاب خالص. حاولت اعرف السبب لحد لما واحد منهم قال لي: خور، احنا مش عايزين نعرفك تاني ولا نعرفكوا تالت. ما بقاش ليا غير امي، ربنا يخليها لي. وقتها كان لازم اواجهه بالحقيقه، فقلت له: اعذرني، انا بحثت في موبايلك وما لقيتش رقم باسم والدتك حتى، لحد لما جبت اواخر القايمه لقيت رقم باسم امي، ولما اتصلت بيه كان الخط مغلق. طب انت ساكن فين؟ ممكن تكتب لي عنوانك في الورقه دي؟ ناولته ورقه وقلم وكتب العنوان وكملت وقلت له: صحابك لما بعدوا عنك بدون سبب ما حاولتش تيجي عليهم وتظلمهم؟ تتعرض لحد فيهم مثلا وتأذيه مثلا؟ ده انا ما اقدرش اشوف حيوان بيتذبح قدامي يا دكتور. حاولت اوصل مع محمود لنقطة نقاش نتقابل فيها واظهر حقيقته، فقلت له: محمود، انت مؤمن بربنا عز وجل؟ طبعا يا دكتور خالد. طب تقدر مثلا تقول لي انت 1 ولا 2؟ انا 1 يا دكتور. غلط، المفروض ان احنا 2، انا ونفسي. نفسي دي معايا ولا ضدي؟ انا عارف يا دكتور ان النفس امارة بالسوء زي ما ربنا قال. هنا قطعته علشان اوصل له هدفي من الحوار ده، وقلت له: النفس صحيح أمارة بالسوء بس بدرجات، يعني أعلى الدرجات طبعا كانت لسيدنا أبو بكر. تعرف بقى إن هو قال إنه ابتلى ب4: إبليس والدنيا ونفسي والهوى. ربنا عز وجل لما اتكلم عن حاجة مهما كان في القرآن سبقها بقسمين، لما جه يتكلم عن النفس سبقها ب11 قسم. انا عايزك بعد لما تخف كده باذن الله تقرب من ربنا اكتر وتنتصر على نفسك. وبعدين اعذرني، انا بحث في موبايلك لقيت انك انت مدمن فيديوهات تيك توك، ده غير انك انت بتقول انك بتكلم والدتك كل شويه. مفيش مكالمات متسجله،
لازم تصدق يا محمود انك انت ما بقيتش بتتحكم في تصرفاتك. ضحك وبيقول لي متشكر جدا يا دكتور خالد، متشكر. وقبل ما يمشي قال لي بيأس انا بس حاسس ان انا خلاص بموت. وقتها رديت عليه بيأس اكتر وانا فاقد الامل. وانا بس حابب اثبت لك ان كل ده ضرب من ضروب المرض العقلي اللي بيخلي المريض يتخيل حاجات ويصدقها، عكس المرض النفسي تماما. واطمن، اوعدك ان انا مش هسيبك. اخر اليوم كنت رايح العياده، بس افتكرت العنوان اللي محمود كتبهولي. خرجت الورقه ورحت على المكان. المكان في منطقه شعبيه في منطقه البساتين. رحت وسالت على البيت لحد لما كام واحد دلوني. لقيت مجموعه شباب واقفين فسالتهم: شباب والنبي ما تعرفوش بيت محمود المحلاوي ده فين؟ واحد منهم قال لي، وكانت الصدمه في اللي سمعته: يا باشا، الواد ده اختفى من المنطقة من حوالي شهر كده، بعد ما بعيد عنك يعني قتل اخته وموت امه. ايه؟ انت بتقول ايه؟ والله زي ما بقول لحضرتك كده. قتل اخته ازاي؟ الحوار انها كانت بتعمل فيديوهات على التيك توك وكده عن الميك اب والمكياج والموضة اللي طالعة جديد اللي اسمها بيسموها ايه ياض يا سمكة؟ صح، اوت فيت والحاجات دي. وقتها فضلت ازن عليه اعرف القصة كاملة، لكنه خاف لكون مباحث او حد من الاسم. رديته بقرشين كده علشان يكمل، واقنعته ان انا دكتور نفساني. وقال لي: دكتور نفساني؟ ماشي، هكمل لك. لا مؤاخذة، البت بدأت تعمل فيديوهات من اللي حضرتك عارفها. واحدة من زمايلها جرتها في السكة الشمال وبدأت تطلع ترقص في الفيديوهات يا دكتورة، وعملت فيديوهات موت، وكلها بقى يعني كله بيتفرج وكله بقى بيشير على النت. الواد عرف ودخل عليها دبحها على طول. امه شافته جت تصرخ، قام واخد روحها هي كمان وفص ملح وداب. طبعا تاني يوم الحتة كلها عرفت باللي حصل. بعد ما خلص كلامه قررت ان انا اروح المستشفى، بس في الوقت ده جالي اتصال من المستشفى ويبلغني ان محمود دبح نفسه ومات، انتحر. اخدت صدمة عمري وحسيت بالذنب، واني كان لازم اهتم بالحالة اكتر وما اهملهاش كل ده. كنت فاقد الامل في علاجه، فمرضتش اتعب نفسي مع حالته. لما وصلت الأوضة بتاعته لقيت ورق متسجل فيه لحظاته الأخيرة، وهو كاتب وبيقول: هي السبب، هي اللي فضلت ورايا تزن لحد لما خسرتني كل حبايبي، بعدت كل الناس عني من أول ثانية، ومن أول ثانية وهي حالفة تلبسني في الحيطة. وطبعا أهلي ما تقدرش تسميهم بشر، علشان لو بعدتني عن الكل فدول مجبر اشوفهم كل يوم. ما كانش فيه حل غير انها تخلص منهم. ايوه، وسوست في عقلي ولعبت عليا لعبة حقيرة. قتلتهم كلهم. دلوقتي مش عاوزة تخرج من دماغي. انا هكفر عن ذنبي زي ما قلت لهم، هقتل نفسي، هتحرر منها. بس يا دكتور خليك فاكر، هي بتلف ومش هتهدى. خلي بالك للعنة تصيبك، خلي بالك لحسن الجنية دي تعشقك. وبكده كنت قاعد حلقة النهاردة وقصة النهاردة.
بشكر جدا عمرو محمد على كتابة القصة دي، وبرضه بشكر مصطفى عمر على اعداد الحلقة بشكل إذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد في القناة، يا ريت تعملوا سبسكرايب على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تعملوا لايك وكومنت لأن فعلا الحاجات دي بتفرق معانا جدا وبتعرفوا فين الصح وفين الغلط. شكرا جزيلا ليكم، كان معكم أحمد عبد الكريم، تصبحوا على خير.